في قلب الغرب الجزائري، حيث تمتزج أصالة الماضي بنبض الحاضر، وحيث تجتمع الحشود في ساحات مفتوحة على اتساع الذاكرة. تبدأ ملامح واحدة من أعرق التقاليد في الظهور هناك، حيث يتردد صدى البارود في الأرجاء، وتتسارع دقات القلوب مع وقع حوافر الخيول. تتجسد روح الفروسية في أبهى صورها، إنها الفانتازيا. ذلك العرض الذي لا يروي مجرد مشهد عابر، بل يحكي قصة تاريخ طويل من الشجاعة والانضباط وروح الجماعة. في مثل هذه المناسبات، وخاصة خلال الوعدات التي تنظم في مختلف البلديات، تتحول الساحات إلى فضاءات نابضة بالحياة، تلتقي فيها الوجوه، وتتقاطع فيها الحكايات، ويجتمع فيها الفرسان من عدة مناطق، حاملين معهم إرثاً ثقافياً متوارثاً عبر الأجيال. تحت خيام بسيطة وعلى أرض يعلوها غبار الخيول، تنبض الأجواء بروح الاحتفال، حيث تختلط أصوات الجمهور بزغاريد الفرح، وتتحول اللحظة إلى مشهد جماعي يعكس عمق الانتماء لهذا التراث الأصيل. وسط هذه الأجواء، لا يكون العرض مجرد استعراض تقليدي، بل يتحول إلى ساحة تنافس حقيقية. يسعى فيها كل فارس إلى إبراز مهارته وإتقانه في محاولة لنيل لقب الأفضل. حين تتبارى الفرق في تقديم أجمل لباس تقليدي وأكثره أناقة وأصالة، إلى جانب السروج المزخرفة بعناية، في لوحة فنية تعكس الذوق الرفيع والاعتزاز بالهوية الثقافية. أما الجمهور فلا يقل أهمية عن الفرسان، فهو جزء لا يتجزأ من هذا المشهد، ينتظر موسم الوعادات بشغف كبير، ويتابع تفاصيل العرض بكل حماس، وكأن كل طلقة بارود تعيد إحياء ذاكرة جماعية مشتركة. كما أن بعض عروض الفانتازيا تنظم ضمن تظاهرات رسمية كبرى تعنى بالتراث والثقافة، ما يعكس مكانتها كأحد أهم المظاهر التي تساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز حضور الثقافة الجزائرية في المشهد السياحي.
تعود جذور الفانتازيا إلى قرون مضت، حين كان الفرسان يستعرضون مهاراتهم في ميادين القتال، ويظهرون قدرتهم على التنسيق والدقة في أصعب الظروف. واليوم تحول هذا الإرث إلى عرض فني حي، يحافظ على نفس الروح ويقدمها في قالب احتفالي يليق بعراقة هذا التقليد. يصطف الفرسان في خط مستقيم في تناغم دقيق يعكس الانضباط وروح الفريق، وكل واحد منهم يدرك أن اللحظة القادمة تتطلب تركيزاً عالياً وانسجاماً كاملاً مع المجموعة. تنطلق الخيول بسرعة. ترتفع معها سحب الغبار وتتسارع الأنفاس، بينما تترقب الأنظار تلك اللحظة الفاصلة التي تختزل العرض بأكمله. ترتفع البنادق في آن واحد وتنطلق طلقة البارود في انسجام تام، يلسم لوحة صوتية وبصرية مبهرة تجسد قوة الأداء ودقة التوقيت. إنها لحظة لا تقاس فقط بالصوت، بل بما تحمله من رمزية القوة والوحدة والالتزام. هذا التناسق ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة تدريب طويل وخبرة متوارثة يحرص الفرسان على نقلها من جيل إلى آخر حفاظاً على هذا التراث الحي. الفانتازيا ليست مجرد عرض يقدم وينتهي، بل هي رسالة ثقافية عميقة وجسر يربط الماضي بالحاضر ويجسد علاقة الإنسان بأرضه وتاريخه. ومع تصاعد دخان البارود في السماء لا ينتهي المشهد، بل يبدأ شعور آخر، شعور بالفخر، بالانتماء، وبالاعتزاز بإرث لا يزال حياً في القلوب. وعند نهاية الاستعراب تهدأ الخيول ويعم السكون. يتقدم الفرسان بخطى واثقة في لحظة تحمل الكثير من المعاني. تحية للجماهير الحاضرة وشكر يعبر عن روح هذا التراث الأصيل. تقليد راسخ يعيد إلى الأذهان مشاهد النصر في زمن مضى، حين كان الفرسان يستقبلون بالأهازيج والزغاريد بعد عودتهم من ساحات المعارك، كما حدث في أيام الأمير عبد القادر والمقراني والحداد، حيث كانت التحية عنوان فخر والاستقبال لحظة مجد. وهنا يتكرر المشهد، لكن هذه المرة في عرض يحيي الذاكرة ويخلد التاريخ. الفانتازيا ليست مجرد استعراض، إنها صدى الانتصار وروح لا تزال حية. إلى لقاء آخر حيث يستمر المجد. فعلته
أكلتوها.